اللي انا جاي اقوله لك دلوقتي اللي انت لازم تتعب وانت صغير. اتعب وانت صغير عشان ما تتعبش وانت كبير، وخدها من واحد بيتعب وهو كبير. ابتدي من وانت اول ما بتخلص ثانويه عامه وداخل على الكليه كده. روح للناس الناجحه اقول لهم اعمل ايه، قول لهم انا نفسي اعمل واحد اتنين تلاته. لو ما عندكش هدف او انت مش عارف تختار زي اغلب الناس اللي انا اعرفهم، او اغلب الناس اللي موجوده في المحيطات بتاعتنا ما بتعرفش هي عايزه تبقى ايه اصلا في المستقبل، وسايبينها بالبركه كده. الكليه دي حلوه يلا انا هخش فيها، والكليه دي حلوه يلا ماشي انا هخش مع اصحابي نفس الكليه عشان نبقى مع بعض. التفكير ده غلط خالص، ومش هتلاقي ليه مردود ناجح قدام. هتخش الكلية لازم تحاول بقدر الإمكان اللي أنت تخلص كليتك دي بسرعة. بعد ما بتخلص كليتك تحاول أيام الكلية وأيام دراستك تبقى محدد لنفسك هدف أنت عايز تشتغل إيه. ليه بقى؟ لأن أنت لو ما عملتش كده وسبتها ماشية وقعدت تقول بقى إن هي هترزق وإن هي بتمشي لوحدها، لا هي ما بتمشيش لوحدها غير لما أنت تبقى عامل اللي عليك. كنت زمان بسمع إن أنت لازم تخرج من الكومفورت زون، منطقة الراحة. أنا نفسي أشوف منطقة الراحة دي لأن أنا بسمع عنها بس. كنا دايما انت موجود في حته صعبه فما بتختار على نفسك حاجه اصعب فبتبتدي تشتت نفسك. مفيش نتيجه. انت ما بتجيش غير على نفسك بس، ونفسيتك بتتعب اكتر وتحس انها بتسود اكتر، مفيش اي نتيجه ايجابيه. انا ما اعرفش منطقه الراحه دي فين لان انا ما عدتش عليها قبل كده. او الكلام ده مش للناس اللي زينا، الناس الطيبين اللي هم على قد حالهم اللي زينا، لا الناس ده الكلام ده مش بتاعنا. الكلام ده ممكن نقوله للناس التانية اللي العملية معاهم مرتاحة، اخرج من منطقة الراحة يا عم الحاج وشوف لك موضوع تاني. كنت بسمع يقول لك مثلا اشتغل على نفسك وخد كورسات. لا، ما تاخدش كورسات في حاجة غير لما تشتغل فيها الأول. أنا أخدت كورسات في الأكاديمية البحرية، دفعت مبلغ وقدره. وبعد ما درست كنت بدرس HR، وبعد ما درست المجال ده قالوا لي لا معلش اصل انت كان عندي 27 سنه، قالوا لي معلش اصل انت كبير في السن ومش مش هينفع ناخده حد جديد معانا كانترن. واسكندريه اغلبها اصلا الشغل عشان تشتغل فيها صعب قوي. فقلت ماشي، انت ما كملتش الكورس، وصلت النص وما كملتوش. قلت ما انا مش هلاقي بيه شغل، وكملت في الشغل اللي انا مش بحبه وفضلت قاعد فيه. ابتديت اللي انا بقى قلت ايه، انا بشتغل في المبيعات بقالي سنين. انت هتبتدي تدرس بزنس ديفلوبمنت، ما هيليق على مجالك ونفس الحاجه اللي انت بتشتغلها بس بطريقه احسن شويه. وهو يا عم تشتغل شغلانه كويسه. ابتدت تطلع الناس تحرف المجال وان هي فاهمين المجال غلط ومسمياته غلط وبرضه بمرتبات واقعه جدا، ومش بتشتغل الشغلانه دي لان مش ناس كتير تعرف عنها في البلد اللي انت فيها. فانا نصيحتي ليك اللي انت لما تشتغل حاجه، يعني لما تخش في شغلانه، اشتغلت مثلا HR انترن، ابتدي خد كورس HR. هتشتغل بزنس ديفلوبر في شركه، ابتديت انترن، خد كورس وابتدي اشتغل عليه. كان انا خدت في كورسات انا خدتها بعد ما صرفت عليها فلوس ما استفدتش بيها حاجه ولا عرفت اشتغلت بيها. وانا عندي اكونت لينكد ان جامد وعندي علاقات كويسه بس ما عرفتش اشتغل بيها. فلا، لما اخش المجال ابتدي ادرس كورساته. يا اما بتبتدي بقى مع حالك تتعلم حاجات على النت كده المجال ده بيتذاكر ازاي او بتفهمه ازاي، عشان لما تروح الانترفيو يا جماعه انا فاهم الموضوع ده هبتدي اشتغل عليه. لكن اللي انت تبتدي تخش في مجال تاني من غير ما انت تكون متاكد وواثق، لا انا هاخد كورس في الحاجه دي وهشتغل بيها، يبقى انت كده بتضيع وقت وفلوس على الفاضي. مش هتستفاد غير تقول لا ده انا عملت وخدت كورسات وعملت وما اشتغلتش. بلع لسه برضو النتيجه زيرو. فيا صاحبي انت لو ما جريتش على نفسك وما ساعدتش على نفسك من وانت صغير وابتديت تسال الناس الناجحه اللي في حياتك، روح اسال حد ناجح حتى لو مش بتحبه. مش شرط اللي احنا نسال ناس بنحبها اللي انا بقى هوصل هنا ازاي، لا روح شوف الناجح ده هو عمل ايه في حياته عشان ينجح، وابتدي اساله المفروض ان انا هاخد خطوات عامله ازاي عشان انجح في المجال ده، او انا اخد خطوات عامله ازاي. رتب لي يا عم. انا بقى يعني انا لما بشوف حد مثلا من زمايلي في الشغل صغيرين بروح اقف معاه اقول له المفروض تعمل واحد اتنين تلاته، لما بيجي يسالني همشي ازاي في حياتي. لكن ما تسيبهاش كده. ليه بقى؟ لان انت لو اتاخرت في حياتك، عايز اقول لك لما هتلاقي كل اصحابك سابقينك وانت الوحيد اللي متاخر. حتى المشاكل اللي انت بتعاني منها دلوقتي هم مروا بيها من 5 6 سنين. فهم يعني شايفين الموضوع بعيد قوي. يا عم ده احنا كنا عايشين مشاكلك دي من 5 سنين اصلا. انت فين دلوقتي؟ انت بتعيد مشاكلهم دي قدام. فلا الموضوع بيكون بيضرك قوي يعني على المدى البعيد. فلا ارسى كده واسال ناس انا اعمل ايه في حياتي. قبل ما تتخرج لازم تكون عارف انت هتناوي تشتغل ايه، ما تسيبهاش ماشيه كده، لان سايبانها ماشيه دي هتفضل تخش في شغلانات اصلا انت لا بتحبها ولا هتعرف تنجح فيها اصلا.
يا اما بقى انت ربنا مبارك لك، دي حاجه تانية، بس دي نوادر. دي نوادر اللي انت بتنجح في حاجه انت ما بتحبهاش او هي جت معاك كده. يلا سلام.